ايوه مش فاهم عمل ايه لذيذ يعني. لا ما هو المشكله ان هو ما عملش. اقول لك بقى من الاخر عشان نخلص. ايه؟ وبيني وبينك ماشي. لذيذ بيموت فيكي من الاخر. ما تهزرش بقى يا جو بقى، اوعى تكون بتهزر معايا. انا مش هتهزري انت معايا؟ انا اسفه انا المفاجاه بتوترني برضه. ده ايه ده؟ انا كنت حاسه برضه، انا كنت حاسه ان هو بيحبني والله العظيم. هو يعني صحابي بيعكسني وبيقول لي كلام حلو، حتى خلاني اكلم مامته من يومين. مامته؟ والله ست طيبه قوي. قوي. ايوه قالت لي عايزه اشوفك قريب وكده، وقلت لها ان شاء الله يا طنط. بس انا عندي معاه مشكله وحيده، هو ما بيتكلمش الا لو نكشته، غير كده بيبقى واقف زي الحديده. هي دي المشكله؟ ايوه. بيتقل عليك يا عبيطه. ده انا بقول عليك انت يا هدير بالذات هتبقي فاهمه حركات الرجاله دي. انا قلت كده برضه، بس بمناسبه موضوع الرجاله ده، في مره قال لي ان هو مش راجل، والموضوع ده الصراحه مقلق وقلقني. هو قال لك انه مش راجل؟ وقلقت جدا. لا يا هدير، ده هو تلاقيه قصده يعني عشان هو عنده كوميتمنت ايشوز. اصل لذيذ ده كان بلاي بوي جامد، خدي بالك زمان. بوي؟ كوميتمنت ايشوز اللي هو انا مش راجل يا هدير، انا مش جدع، انا مش هعرف اتحمل مسؤوليه بيت وافتح بيت، عارفه الحاجات دي؟ عايز يخلع يعني. يخلع؟ ده كان قاعد مكانك هنا وقال لي انا مش مصدق ان هدير وقعتني كده يا جو. والله يعني يا باشمهندس انا اجتهدت، انت عارف ربنا ما يضيعش مجهود حد. انا مش قايل لك ما تاخديش عليا يا بت انتي. انا اسفه حضرتك، بس المفاجآت اللي عمال تقولها لي بترهبني. طب بصي بقى، انت ليكي عندي نصيحه واحده. الراجل مننا واللي زي لذيذ ده بالذات لازم يحس ان انت ممكن تطيري منه، لازم يحس بالخطر عشان يتحرك وياخد خطوه، فاهماني؟ هعمل ايه يعني؟ لا يا هدير، ما هو انا مش اسامه منير بقى عشان اقعد اقول لك تعملي ايه. ما هو حضرتك راجل وهتفيدني برضه. ما تفكري يا حبيبتي شويه، فكري. يعني مثلا شوفي اكتر راجل جان في الشركه واتدلعي عليه قدامه. لقيته. طب اتفضلي اطلعي بره بقى عشان جالي تليفون. الو؟ ايه يا ساره؟ ايه لا بالراحه بس. اسمع مني بس، الفكره دي لو ضربت هيجي لنا فلوس قد كده. تمثيل ايه يا ساره بس؟ انا اعرفك بقالي 20 سنه عمرك ما جبتي لي سيره التمثيل دي. ومين قالك بس ان انا اللي همثل؟ زومبا هي اللي هتمثل. زومبا ايه اللي تمثل؟ دي بتهنج وهي بتتكلم. يا حبيبي انا جربتها وطلعت ممثله شاطره قوي. يا يوسف ده فيلم اجنبي كبير قوي بيتصور هنا في مصر، ولو عملناه هنكسب فلوس قد كده وبالدولار كمان، وساعتها بقى هنحل مشاكلنا كلها. كمان اجنبي؟ ساره انت عملتي مشاريع كتير وقليل، بس المره دي بجد قلشت منك قوي بقى. يا سيدي ما تسيبنا نجرب، يعني هو انت شايفني مضيت الفيلم ده؟ حاجه حته كاستنج. بقول لك ايه، اعملي